السلام عليكم البنات. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نحكي لكم على قصة سيليا اللي أثرت في بزاف ناس، قصة اللي تاخذ منها كل وحدة عبرة. وحكوا لي البنات على الرجفة اللي في صوتها وهي تحكي هذه القصة. تقول سيليا: أنا في اللاج 18 تعرفت على إنسان، أو كيما كان الحال وقفت معاه امرأة. كنت إنسانة يعني واش نحكي لكم قليل، هو كبير عليا ب8 سنين. وصلت 23 جا خطبني عادي، دارنا قبلوا بيه، درنا الشوفة، درنا فاتحة، درنا العقد، عقدنا والحمد لله كل شي فات بخير. أي واحد البيريود وانا نوجد للعرس لايحني في الثقيل، كنت نعيط له، يهز عليا دقيقة يكوبي، ما يدخلش بزاف، ما يهدرش بزاف، مانيش لاهي، مانيش قاعد، والله ما فهمتوش. كنت صبارة، قلت يا معليش. المهم دايرة في بالي لا دات تاع العرس، انا كنت نجهز، كنت فرحانة. قال لي يا معليش خلي نأجلو العرس. قلت له خلاص. شوية هكا كنت دايرة فيه كونفيونس توتال على بها. وافقت، قلت معليش كيما تحب. في واحد الليلة من الليالي الشتاء الباردة، كان عنده سمانة ما بانش. قلت بلاك عنده خدمة، بلاك عنده حاجة هكذا عطلاته، ما حبش يعيط لي ولا ما حبش يهضر معايا. المهم مش صبرت معاه وتحملت، وهذيك الدار اللي بناها انا اللي كنت نبني معاه، انا اللي خيرت كل شيء، انا اللي قلت له نبني وهكذا ونفصل هكذا. المهم كل شيء فات مع بعضنا، وفي الاخر راح تزوج وانا لا خبر. ايه، تزوج وانا لا خبر. خلاني هكا وانا متأثرة بهذاك الزواج، وكيفاه كنا مع بعضانا، وكيفاه كنا متحابين، وكيفاه كنا نبنيو في دارنا. وفي الاخير راح خلاني. المهم انا كنت نعيط له، قال لي لو كان تسمع مرتي باللي راني كنت خاطبك وجهك نخسرهولك. ايه باش تشوفي. قال لي وجهك نخسرهولك، قال لي انتي ما كنتيش تعرفيني. المهم انا هبلت بعثت، سقسيت، حوست، نطلع نهبط. هي طلعت لي يماه، قلت لها يا طاطا عاونيني على وجه ربي، ديريني كي بنتك. والله وليت كي مهبولة، نعيط. انا هبلت ما فهمتش علاه ما بانتش هذه الحكاية قبل. كيفاه نصبر؟ انا ما قدرتش نتقبل هذيك الصدمة. والله ما نسامحوش، مستحيل. هذاك الراجل ما رانيش مسامحاته لا دنيا لا آخرة، ما رانيش رايحة ننجبر من هذا العفسة اللي دارها لي. كيفاه أنا 5 سنين وإحنا مع بعضانا، وفي الأخير يبدلني. بنينا مع بعضانا السكنة نتاعنا، استنيته في وقت ما كانش عنده، قال لي صابريني وصابرته، وبعدها راح باعني في رمشة عين، راح بدلني بواحدة أخرى. كنت خطيبته، كنا عقدنا مع بعضانا. والله عييت ننسى، عييت ننجبر. ان شاء الله يا ربي يفتح عليك يا سيليا، ان شاء الله ربي يعوضك بالراجل اللي تستاهليه، ان شاء الله ربي يعوضك بواحد يكون قد مسؤوليته وقد هضرته، يكون راجل معاك في القمة. يعني بكري نقولوا اللي ما كانش خاطب هذاك اللي ما ناش نصدقوه، ولكن دركا حتى الخطيب ولينا ما نصدقوهش. راهو خطبها وداروا شوفة، داروا عقد، تسمى راهي مرته بقى غير يدخلها. ما بقاش على العرس بزاف، هي كانت توجد في روحها، كانت توجد في جهازها. هو كل مرة يقولها خلي نأجلو شوية. هو وكان راهو ديجا خاطب، وكان راهو يوجد العرس وهو مع واحدة أخرى. يعني ربي يخلف عليها وربي يعوضها بالزوج يكون صالح ويكون أحسن منه، وبلاك ربي شاف لها فيه خير. وهذه القصة راح تكون عبرة لنا كامل، لأنه الثقة منعدمة في وقتنا هذا.
وهنا حبيباتي كونوا اختصرت لكم قصة سيليا اللي أثّرت فينا بزاف، واللي أثّرت في بزاف بنات. قررت اليوم نحكيها لكم، ونتمنى تكون عجبتكم. وقولوا لي في تعليقاتكم واش رايكم في الشخص كيما هذا، كيما خطيب اللي كان خطيب سيليا. أنا حبيباتي نقول لكم نتلقاو في الفيديو الجاي بحول الله، ومع أخبار جديدة ومع قصص جديدة بحول الله. نتمنىكم تدعموني وتفرحوني بتعليقاتكم الشابة. تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. ونرحب بالكامل المشتركات اللي دخلوا معايا جدد، نقول لكم أهلا وسهلا بكم، شرفتوني نورتوني في القناة. أضغطوا على جام حبيباتي الغاليات، أترككم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة، سلام.